نقل موقع فوت ميركاتو إن نيمار في سنة 2024 قدر يتحصل على راتب قدره 101 مليون يورو من الهلال السعودي كتالت أعلى أجر في كرة القدم. الكارثة ما كانتش في الرقم الخيالي ده، لكن الكارثة الحقيقية في القيمة اللي قدمها نيمار مقابل المبلغ ده. لك أن تتخيل أن نيمار لعب مباراتين فقط في سنة 2024 وكان احتياطي فيهم بمجموع 42 دقيقة فقط، لمس فيهم الكورة 45 مرة. يعني دقيقة اللعب بالنسبة لنيمار ب 2.4 مليون يورو، واللمسة الواحدة للكرة بالنسبة لنيمار ب 2.2 مليون يورو. عايشين في عالم موازي بجد. تعال أصدمك أكتر وأقولك إن الهلال السعودي دفع في نيمار 90 مليون قيمة الصفقة نفسها، و100 مليون يورو كراتب فقط، و80 ألف يورو على كل مباراة الهلال بيكسبها، و500 ألف يورو على كل بوست ينزله نيمار كدعاية للهلال السعودي. كل الفلوس دي مقابل 7 مباريات فقط لعبهم نيمار، منهم 4 أساسي و3 احتياطي. سجل هدف وصنع هدفين من صيف 2023 لحد دلوقتي يناير 25. المصيبة الأكبر بقى إن المدير التنفيذي للهلال السعودي قال إن نادي الهلال مش ندمان على صفقة نيمار، وإنهم هيعملوا صفقات زي دي تاني. مش هين عليه حتى يعترف بفشل الصفقة، ما هي فلوس من بنك الحظ بقى. صفقة نيمار للهلال السعودي حرفيا هي أفشل وأعبث صفقة في تاريخ كرة القدم.